محتاجين يا ابو حميد نفوق شويه للكلام اللي انا هقوله ده. ديت لقطه لاخر ماتش لادريانو. ايوه، مباراه اعتزاله. مكالمه تليفون واحده ليها اثر تدمر حياه انسان، مش لاعب كره قدم بس. وطبعا يا ابو حميد فكره انك تعدي يومك بهدوء دي نعمه كبيره جدا، لازم نشكر ربنا عليها. بس ده مش اللي انا عايز اقوله دلوقتي. المنظمين بتوع المباراه في اخر دقيقه في الماتش قدموا رسالة صوتية عملوها بالذكاء الصناعي لصوت أبو أدريانو مع لقطات مؤثرة لأبوه، والرسالة اشتغلت وانهار أدريانو وبدأت معاه حاجة مهمة قوي. الموضوع اللي أنا جاي أكلمك فيه النهاردة، الموضوع ده مش أدريانو خالص. أنا عايز أكلمك على دخول الذكاء الصناعي لمساحة كبيرة قوي في حياتنا. المفهوم إن الذكاء الصناعي ده بقى ثورة مجاش ولا هيجي زيها، وهيبقى ليه كل حاجة ومفيش منافس معاه. بس البعد الزمني بيكشف لنا حاجات مقلقة قوي. الحقيقة هي فكرة الدجال، اللي هي عملية خداع البشر، كانت ولا زالت غير منطقية، وإن مفيش أي بشر مهما وصلت إمكانياته هيوصل للمرحلة الإلهية، وإن هو يدعي إن هو إله. الموضوع ده كان فكرة، كان جوهر زي الجدل مع النمرود في موضوع إحياء الموتى. يعني النمرود بشر مش نبي عشان يبقى عنده معجزات زي سيدنا عيسى ان هو يحيي الموتى. انت عارف التطور الاخير في التقنية ديت هيكون مرعب جدا، عشان انت يا ابو حميد مش هتعرف تفرق ما بينها وما بين الخوارق غير بإيمانك. بس لازم يكون إيمانك قوي. انت عارف يا ابو حميد الفتنة هتجيلك من هنا، ولسه مع الوقت هتلاقي كتير وكتير، ولسه التكنولوجيا عندها كتير علشان تقدمهولك وتديهولك في نص دماغك، عشان انت مش هتقدر تميز بسهولة. ولسه هتلاقي ناس ماتت وترجع تاني للحياة.